ابن رجب رحمه الله، الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، إمام عالم لكنه زاهد ورع متواضع. ذكر أحد تلامذته قال: كنا مع شيخنا في أحد دروسه ففصل لنا مسألة من المسائل بتفصيل عجيب، ثم دعينا معه في ذلك اليوم لمجلس أحد كبار القضاة. يقول: فتكلموا مما تحدثوا فيه هذه المسألة. يقول: فتكلموا فلم يأتوا بشيء يقارب ما قاله شيخنا في درسه. يقول: ونحن ننظر إلى شيخنا نريده أن يتحدث، أن يتكلم، أن يفيدهم ليظهر فضله عليهم. طالب يريد أن يظهر فضل شيخ أو يعني يفتخر فيه، ولكنه سكت. يقول: فلما انصرفنا أخذته مع بعض من معي فقلت له: أحسن الله إليك وزادك من الفضل، ذكرت لنا المسألة وبسطتها في المسجد، ثم ذكرت في هذا المجلس ولم تذكر لهم شيئا، فلو أفدتهم. فقال كلمة الذي ليس عنده طغيان، ليس عنده طغيان العلم، قال: مجلسي معكم لله، وهذا مجلس يراد به الدنيا. مجلسي معكم لله، وهذا مجلس يراد للدنيا. التواضع سمة النجاح، الطغيان سمة الفشل.